السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجه كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين طبعا صاحيه بدري والشمس طالعه والدنيا زي الفل. فغسلت بقى غسيل كنت غسلاه كده من بالليل، فسايباه عندي، فعايز بقى انشره. وعندي ركنة اهي متظبطة ومتروقة، مفيهاش أي حاجة، كانت نضيفة لأن أنا كنت منضفاها يعني من بالليل قبل ما أنام. فرحت شايلة بقى الحافظة واللي أنا كنت فرشاها هنا وكده، وسبتها السجادة نضيفة وكده. فالمهم الغسيل أهو دلوقتي بقى، أنا عايزة أول حاجة كده إن أنا أنشره عشان إيه يبقى بدري كده في الشمس. طبعا جوري اهي لو كنتوا لاحظتوا يعني كانت بتلعب بره بقى في البلكونة لما بيكون الجو حلو والشمس طالعة، بسيبها يعني ايه تمشي كده وتطلع بره وكده يعني. بس فبصوا زي ما بقول لكم ان الشمس طالعه وجو حلو خالص، وكمان على البلكونه عندي الدنيا بتبقى شمس وجميله خالص. فانا دلوقتي بقى هنشر الغسيل كله زي ما شفتوا كده. نشرت بقى الغسيل، بصوا الغسيل كده نشرته على ال3 بلكونات كده، ايه يعني فنطته كده، يعني قلت ايه يعني حبة هنا وحبة هنا وحبة هنا عشان يعني الشمس كده تبقى حلوة وينشفوا يعني على طول بسرعة. فانا هنا بقى زي ما شفتوا كده نشرت كل الغسيل اهو. بحب كده انشر الغسيل والشمس تيجي عليه عشان يبقى ايه حلو كده. انا بحب يعني لما اغسل غسيل الشمس تيجي عليه. حتى هتلاحظوا كل الاوقات اللي انا بغسل فيها الغسيل، يا اما بغسله من بالليل عشان يبقى انشره يبقى من الصبح بدري والشمس تلحقه، يا اما بنشره من بالليل واسيبه ايه لغايه تاني يوم لغايه الشمس ما تيجي عليه. المهم هنا بقى دخلت على المطبخ بعد ما خلصت. بصوا بقى مكان مفطرنا وكده، وكان عندي بقى خضار في التلاجة كان بايظ طلعته. اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص بقى مش هينفع، ده كده باظ خلاص هرميه. اتحط في التلاجة يعني بقاله فترة، فخلاص بقى مش هستخدمه. دلوقتي بقى هعوز ان انا ارتب كده المطبخ واظبطه. يعني مفيش كركبة كتير، بس برضو المطبخ طبعا كل يوم حتى لو ما عنديش اي حاجة، حتى لو ما عنديش مواعين اغسلها وما عنديش اي حاجة، برضو لازم يبقى فيه برضو حاجات وكده ان انا ارتبه وانظمه وانضفه. طبعا انا مش بعمله من بالليل عشان طبعا جوري بتبقى معايا، فبالليل بقى جوري بتحتاج حاجات وكده، واصلا جوري نومها صعب خالص، مش بتنام بالليل قد كده. فطبعا بسيبه يعني المطبخ للصبح. وهنا طبعا كنت حاطه بقى الدفايه بره كده، برضو هشيلها من بره كده واظبط الدنيا. وزي ما قلت لكم انا عندي هنا الركنه نظيفه فمش هعمل حاجه، بس انا سايبه بقى دلوقتي البلكونه كده مفتوحه عشان الشمس بصوا داخله جوه كده. فانا بحب يعني الشمس تدخل عندي في الشقه عشان يعني ايه بتبقى تحسوا كده ان الدنيا دافيه والدنيا جميله كده ومترتبه. حتى هنا كمان في اوضه النوم بصوا الشمس حلو خالص وداخله بقى على السرير ازاي. انا طبعا هنا كنت رتبت اوضه النوم بقى بعد ما صحينا وظبطتها، هي ما فيهاش حاجه، يدوب بس بظبط السرير كده وبروق اللحاف بفرشه. بصوا بقى والشمس داخله على اللحاف ازاي وفي الاوضه. انا بحب بقى الجو لما يبقى شمس كده ان انا افتح بقى كل الشبابيك والبلكونه علشان الشمس تدخل عندي كده والدنيا تبقى ايه متشمسه كده وحلوه. بحس كده بطاقه ايجابيه داخله كده جوه الشقه. المهم هنا بقى زي ما بقول لكم هسيب بقى كده البلكونه يعني والشباك كده مفتوحين شويه عشان يعني يهووا الاوضه والشمسوها وكمان الشقه كلها. وهنا طبعا شلت الحافظه قصدي الدفايه زي ما قلت لكم، حطيتها بقى بره، هبقى انفضها يعني واحطها تاني عشان هي طبعا بتحفظ السجاده خالص، لان انا عندي السجاد فاتح فبيبهدل لي الدنيا. هنا بقى كنت غسلت بقى كميه الحاجات اللي كانت موجوده وظبطت المطبخ بتاعي اهو زي ما قلت لكم. وظبطت كده الحوض مفيهوش اي حاجه خالص وبقى نضيف. انا طبعا بحب اغسل الحوض بعد ما بغسل المواعين، لازم ان انا اغسل الحوض بتاعي كده وانشفه كمان. لو مش هعمل حاجه بنشفه، لكن لو هعمل حاجه تانية في نفس الوقت يعني لازم انشفه خالص واحط الفوطه بره. هنا بقى عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني مثلا ايه بعد العصر كده او قرب يعني قبل المغرب بشويه صغيرين، طبعا الغسيل نشف خالص لان زي ما قلت لكم الدنيا كانت شمس النهارده خالص. فانا دلوقتي بقى لميت كل الغسيل اهو زي ما قلت لكم، وهبدا بقى ان انا اطبقه كده واحده واحده واحطه يعني في الدواليب وكده. علشان ايه ما بحبش يعني ان انا احط الهدوم عندي وتفضل متسابة كده على السرير او على الركنة. لما بسيبها مش بطبقها، فانا دلوقتي بقى هطبقها كلها كده على طول واحطها في الدولاب عشان اخلص وانجز بسرعة. بعد ما خلصت بقى هنا دخلت كده على المطبخ، كان عندي بقى الطماطم الايام دي رخيصة وحلوة، فنستغل بقى الوقت كده ونجيب كده شوية طماطم حلوين. انا جبت زي 2 كيلو ونص كده او حاجة ب20 جنيه.
فحلوة يعني الطماطم دلوقتي رخيصة خالص. دلوقتي بقى هاعمل إيه، هاعمل صلصة وأفرّزها بقى عشان رمضان. طبعًا كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يا رب يجعله رمضان خير وسعد علينا كلنا إن شاء الله. فنبدأ بقى تفريزات وحاجات رمضان. طبعًا أنا مش هاعمل حاجات كتير لإن أنا أصلًا معايا جوري مش بتخلّيني أعرف أعمل أي حاجة، بس أنا يعني إيه، الحاجات اللي هي سهلة بالنسبة لي إن أنا أعملها هاعملها دلوقتي. فأنا كان عندي الطماطم بقى موجودة، فقُلت أستغل الوقت كده وإن أنا أعملها، لإن برضه الطماطم يعني ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. دلوقتي بقى أنا غسلت الطماطم زي ما أنتم شُفتوا كده. هابدأ بقى إن أنا كده أقطّعها وأحطّها في الحلة بتاعتي دي. أقطّعها مثلًا 4 كده، كل طماطماية على 4 وأحطّها في الحلة وأحطّها على النار علشان إيه، أسيبها طبعًا تغلي بقى مع نفسها خالص. بُصّوا هنا كانت المكان بقى أمّا عملت الطماطم. أنا دلوقتي بقى أهي كلّها هاسيبها بقى على النار كده وأوطّي عليها خالص لغاية الطماطم ما تبدأ إن هي تدبل بقى كلّها، وبعد كده هاضربها في الخلاط، وبعدين بقى هاحط معاها شوية ملح، شوية فلفل أسود، أضبّطها كده واشيلها في الأكياس. بس فأنا دلوقتي بقى وطّيت عليها النار خالص أهي زي ما قُلت لكم. بس واحط بقى عليها شوية زيت كمان. ويبقى كده إيه، خلاص خلّصتها وأفرّزها وأحطها بقى في التلاجة.